شاعرنا ينطبق عليه المثل العربي القديم الذي يقول: الشاعر ابن بيئته انطباقا كليا. ويكفي أن أقف عند معيار أدبي نقدي يرفرف عاليا في كل إنتاجه، ألا وهو معيار الصدق. والصدق هنا حسب تصنيف الناقد والمترجم العراقي الدكتور علي القسيمي صدقان: صدق واقعي وصدق فني. فشاعرنا ولد سنة 60 و900 وألف بالشماعية، إقليم الشماعية حمري، وقبيلة حمر، وأبناء عمومتها عبدة، من القبائل التي عانت تاريخيا مثل كل قبائل المغرب وحواضره من 3 أزمات. الأزمة الأولى أزمة السبا في القرن ال19 التي عرفت سطوة القياد والبشوات، حيث كان كل منهم متسلطا على الإيالة التي يحكمها. وكان في هذه المنطقة قائد جبار يسمى عيسى بن عمر، وتسلطه أدى إلى ثورة كان من متزعميها شيخة عيوط اسمها الشيخة حويدة الغياتية المعروفة بخربوشة. أنا حاجة وحدة الصفة ديال الغياتية ما عرفتش منين جاتها، واش ديالنا ولا ديال جهة الله أعلم، ولكن الغياتية هكا وثامن كلاتها. حويدة الغياتية المعروفة بخربوشة كانت شاعرة ومغنية تشحذ كبرياء الثوار، وتهجو بقصائدها القائد عيسى بن عمر. وبعد إخماده ثورة قبيلتها ألقى عليها القبض وسجنها وعذبها ثم قتلها. وقد قيل فيها بعد موتها: خربوشة والكريدة وزروالة زينة الشيخات شهيلة عبدة ودكالة، ماتوا اللي قتلوها وبقات هي حية وفي عيوطها التوالة. وما تزال الشيخات يقتلن حاضر الآن، يرددن بعض المقاطع من الشيء اللي كنشوفوه في التلفزيون اللي هو مقاطع خربوشة، بعض المقاطع التي ما زلنا كانت تستعطف بها هي هذا القائد عندما كانوا يعذبوها. هذا الجمال ديال الدعاء كانت تستعطفه بالسادات اللي حتى الساعه مازال كنسمعوهم، هذوك راه ديال خربوشة. والمعاشي سيدي سعيد مول الزيتونه مازال كنسمعوها، والقدميري سيدي عمر مول حامريه، والتجاني سيدي احمد مول الوظيفه، ايلي ايلي الى اخره. مرحله الاستعمار عرف دخوله مقاومة شرسة من لدن المغاربة بالرصاص والزجاج. وظهرت في قبيلة الشاوية والدغار شيخة شابة وجميلة تسمى ربوحة، تزعمت المقاومين في السماعلة وبن خيران وبن سمير، وقد هزمت الجيش الفرنسي شر هزيمة في وزن. وكانت تحمس الرجال الجهاد بقولها، كانت تحمسهم بقولها: إلى نهجتنا خنصراني. وقد تآمر عليها فيما بعد بعض القياد الخونة وسلموها للمستعمر الذي أعدمها. وحوالي سنة 1910 ولد الشيخ محمد الدعباجي بدوار دعبجة بمنطقة الحصبة، التي ينسب إليها الآن لون من أشهر أنواع العيطة اللي هو العيطة الحصباوية المشهورة في آسفي، وهو صاحب القصيدة المعروفة حتى وقتنا هذا المعروفة بالرادوني. الرادوني يا بابا، أو أحسن من، وهو أحسن من أداها، والتي مطلعها الرادوني مويلة العمالة. لحقاش أنا ما حافظش اللحن ديالها، هذه اللي خصو يقولها. العمالة كواتني زات مبية، أسيدي راني عبيدكم، تعال نسولك هذاك الغادي زربان، قول الزين على سلامته، تعال نسولك الغادي زربان، تبكي وتنوح وتعيط حبيبي، أسيدي راني عبيدكم والله ما انا نعتو وليا معطاتو مول الزين لباس حالتو الخيلاوي. وتعتبر الحصبة من أعقد أنواع العيوط أداء، وقد توفي سنة 50 و90 و900 بأسفي. ثالثا مرحلة الاستقلال. ولد الشاعر يوسف العطار في فاتحة عقد الستينات، نحن 1960 من القرن السابق كما أسلفت، ليعيش ما تلا ذلك من سنوات أصبحت تسمى فيما بعد سنوات الرصاص.
والتي عبر عنها ناس الغيوان وجلجلة وآخرون، وسيظهر في نهايتها شيخ هذه الأمسية إدريس بن العطار الذي جمع عيوطه في كناش أم هاني. كل أسف ما بقالوش النسخ، هذه اللي بقات عندي ديالي، هذه بقيت ديالها ولا عيوط أم هاني سنة 2005. لم يكن شاعرنا بعيدا عن العيوط، ولم تكن العيوط بعيدة عنه. منذ سنه الخامسة كانت عيناه وأذناه مسمرة في وجه أمه وهي ترثي أخاه الأكبر الذي مات، ترثيه شعرا بما يعرف بالتعداد، كتذكر المحاسن ديالو والمناقب ديالو والغيبة ديالو والخوال اللي خلاه في الدار وإلى آخره. ويستمع لبنت خال أمه السعدية التي كانت شاعرة مرتجلة، أي تنتج شعرا حسب الموقف الذي يواجهها أو تتواجد فيه، على غرار ما هو معروف عندنا هنا لشيوخ فن العيد قبيلة البرانس، وهو ما يمكن تسميته بالشعر اللحظي المرتجل. يرفع الشاعر عينيه إلى الأعلى أثناء الرقص برانس فيرى امرأة جميلة يتحرك وجدانه لها، فيبدأ في إنشاده سرابة جديدة: وانت يديك السف داك استرجم وراني فيك نخمم غادي ندير ونجي ثم نهزك ورده بين يداي انت تعطس وانا انشم ودعاوي ثم جاءت بعد ذلك مرحلة ولعه بالحلقة، حيث كان يتلذذ بسماع العيوط وزجل راوي السيار عبد الكريم الشجري وهو مشهور وملوك قناوة. كل ذلك كان ملهما لجمعه بين الصدقين: الصدق الواقعي المتمثل في التزامه الشعري بالمعيش وقضايا الشعب، والفني المستلهم من صرخات خربوشة وتحميس ربوحة وضبط الكلام وميزان الحسبة عند الدعباجي وتلميذته الشيخة عيدة. ويظهر الصدقان من خلال تصنيفه عيوطه في الديوان إلى 3. في الديوان عيوط الدي أي الكلام وعدم السكوت عن الظلم، عيوط الكي أي المعاناة والآلام، عيوط الضي أي الأمال في الحرية والكرامة، وهي عيوط زادتها صينية الغوال وفتوح الرحبة والعادة على إيقاعات القنقة والقرق. القنقة هي الطبل ديال القرقة ديال القرق قناوة، وعلى إيقاعات القنقة والقرق والهجوج وشطحات أهل الحال زادتها تهييجا وتأجيجا لمجرات المخيال، فيخرج صدق الإيمان بالقضية وعانقا صدق الصورة الشعرية. عيوط قصائده موزونة، أبياتها عبارة عن شجيرات مكونة من غصنين أو 3 أو أكثر، مرشوشة بقوافٍ خفيفة غير متكلفة، نسميها عادة في الملحون بالمرمات، وهي مقاطع صغيرة مكونة من المطلعات أي الأغصان أشطر تنتهي بشطر يسمى الخرجة، وكذا الردمة في مراكش وهي موحدة القافية أي ردمات. وقد طبقها تطبيقا صارما في قصيدته الرضمي في الديوان صفحة 16. يظهر تأثير قصائدها أكثر على أفق انتظار المتلقي من خلال الإنشاد، هذا الإنشاد الذي سنتلذذ به جميعا في هذه الأمسية. وشكرا.